الشعبية حصل على ما مجموعه 198 صوتا خلال جلسة عمومية انعقدت اليوم لانتخاب الرئيس الجديد. عبد الهادي الجحفي ويسر التهمي. بمكتب مؤقت يتكون من النائب الأكبر سنا كرئيس للجلسة ونائبين ونائبتين الأصغر سنا في مجلس النواب، انتخب السيد الحبيب المالكي رئيسا جديدا لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة. السيد الحبيب المالكي فاز بالأغلبية المطلقة بعد حصوله على 198 صوتا مقابل 137 ورقة بيضاء و7 أصوات ملغاة. مباشرة بعد انتخابه تطرق الرئيس الجديد إلى الرهانات المطروحة أمام المؤسسة التشريعية. من مهام مجلس النواب هو أن يستمر في دبلوماسية ناجعة دينامية أكثر وحركية أكثر، وبدون شك أن القضية الوطنية القضية الأولى بالنسبة إلينا جميعا سيستمر وسيطور مجلس النواب كل الأساليب التي أعطت الثمار ومجموعة من النتائج في السنوات الأخيرة. عملية التصويت بدأت بعد إعلان رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس أمام النواب الراغبين للترشح لهذا المنصب، ويبدو أن التوافق الحاصل بين مكونات المجلس أفرز مرشحا واحدا لرئاسة مجلس النواب. وقبل عملية التصويت طلب رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من رئيس المجلس المؤقت نقطة نظام ليعلن قرار الفريق الاستقلالي عدم المشاركة في عملية التصويت والانسحاب من الجلسة. كاين غياب واحد الرؤية حول ظروف انعقاد هذه الجلسة، وكذلك في غياب المعارضة من الأغلبية، وكذلك هناك مرشح واحد، وكذلك بعد 3 أشهر من أخذ ورد ومد وجزر بالنسبة لتشكيل الحكومة، وفي الأخير تنعقد هذه الجلسة. فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فقد عبر عن موقفه من عملية التصويت على رئاسة المجلس بالتصويت بورقة بيضاء. كانت رسالة واضحة أن حزب العدالة والتنمية هو حزب ديال التوافق، حزب ديال الاشتغال من أجل المصلحة الوطنية، وهي أعلى من الأحزاب السياسية، نخلق أجواء إيجابية من أجل المستقبل وخاصة تشكيل الحكومة. فرق التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فقد فسروا منح أصواتهم للرئيس الجديد بموقفهم المساند للأغلبية. والتوجه بطبيعة الحال ديال الفريق اليوم وديال 3 الأحزاب هو دعم المرشح ديال الاتحاد الاشتراكي والتصويت على السيد حبيب المالكي كرئيس مجلس النواب. بطبيعة الحال كان مرشح فريد، ولكن موقف ديالنا السياسي هو دعم هذا المرشح. بعد انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، المؤسسة التشريعية أمام مجموعة من الرهانات الهامة والمتعلقة أساسا باستكمال هياكل مجلس النواب والتصويت والمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي سيمكن المملكة من العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها الإفريقية.